مسا مسا على الحلوين، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. الذره الحلوه بقى الصفرة الجميله اللي قدامكم دي، عايزه اقولك فيها مجموعه من الفوائد الروعه الجميله جدا، بجد بجد هتفيدك. وهي طبعا كلنا عارفين انها مسكره، هي مختلفه عن الذره البيضاء اللي هي بتشوي. يعني مختلفه حتى في الطعم وفي السعر، لكن مفيده جدا جدا. يلا بينا بقى نعملها. هتجيبي كده الذره زي ما انت شايفاها، هتقطعيها. وطبعا بصي كنت بلعب بقى كمال اجسام وانا بقطعها. مش عايزه اقولك، بصي كنت بحارب جامده جدا يا جماعه، بجد والله العظيم، يعني جالي هستيريا ضحك وانا بقطعها. مش ممكن، يعني حاجه بصي اصعب من القلقاس. عارفه انت بتقطعي القلقاس، والله اصعب. المهم بتقطعيها كده. انا حاطه بقى ميه بتسخن يعني على النار في حله. قالب الذره ده كده بتقطعيه على 3 4 على حسب، لان طبعا هي تقيله، فمش هينفع حد ياكلها لوحدها كده زي الذره المشويه البيضه العاديه بتاعتنا. فكل واحد بياخد له مثلا سلايز وكده بتبقى كفايه قوي. ليها طرق كتيره بقى، ممكن تتسلق وبعد كده تتعمل بالزبده زي ما انا هعملها النهارده. ممكن تدخل الفرن كده 5 دقايق، لان هي اصلا يعني بتبقى، يعني عايزه اقولك هي اصلا من غير حاجه بتبقى زي نص سوا. المهم بعد ما قطعناها بقى ولعبنا معاها كمان الاجسام، وبصي كان حاجه يعني مش ممكن، مش عايزه احكي لكم يعني على الضحك اللي جالي. قطعناها خلاص زي ما انت شايفه. هنا الحله اللي فيها الميه المغليه بقى على النار، هننزل فيها كده زي ما انت شايفه بالقطع السلايزات اللي انا عملتها للذره الصفراء. هتغلي 3 4 غلوات، لان زي ما قلت لك هي اصلا ممكن تاكليها نيه، يعني فهماني. وبعد كده احط عليها الزبده واحطها في الستيكس بتاعت الشيش طاووق دي. بس كده. ممكن انت اصلا مش عايزه تديها مثلا السلقه دي، نص سلقه دي، ممكن تحطيها في الفرن 5 دقايق 10 دقايق. ممكن تدخليها الميكروويف، يعني ليها حاجات كتيره، فهماني. بس دي بقى بتبقى حلوه. انا بقى خلاص هي دلوقتي اتسلقت، هطلعها اصفيها في المصفى. وبعد كده احط عليها الزبده وهي سخنه كده، فالزبده هتقوم سايحه عليها. وطبعا نوع الزبده يبقى حلو عشان طبعا الطعم هيبان. لو هي زبده بلدي بتقومي حطها عليها بس كده. لو هي زبده انت مش ضامنه نوعها قوي، ممكن تديها تسيحه على النار عشان ايه؟ يطلع لها الريحه الحلوه بتاعتها. بس كده. ممكن تفرطيها بقى، تحطيها كده الاولاد ياكلوها بالمعلقه من الكوبايه، لو عندك اطفال صغيرين ولا حاجه مش هيعرفوا ياكلوها كده. دي عايزه اقولك بقى بتتحط اهو، بصي الزبده هتدهنيها عليها كده وهي سخنه. يعني ما بتبقاش محتاجه حاجه اكتر من كده. عايزه ترشي اي مثلا قرفه، عايزه ترشي اي حاجه انت، اي نكهه انت حباها رشيها، مش عايزه هي كده بس. ومفيده جدا وتحفه وروعه. بس انا عايزه اقول لك يعني انا ما بستهواهاش قوي. يعني انا بحب الذره العاديه اللي هي البيضه عاديه بتاعتنا اللي بتشوي على الفحم دي. انا بالنسبه لي دي اروع واحلى بمراحل. وطبعا دي بتبقى اغلى من التانيه. الذره الصفرا دي الواحد ب15 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب20 جنيه. هو بيتباع بقى في الهايبرات، او لو انت مثلا تلاقيها في صدفه في الشارع كده، حد برضو ممكن واقف يشويها على الفحم، يعني على حسب. بتتحط بقولك مقبلات جنب الاكل، كل واحد ياخد له كده قطعه جنب المحاشي جنب المشويات جنب كده. يعني انت حتى لو ركزتي في المطاعم الكبيره هتلاقيهم حاطينها كده ايه، كمقبلات. بس انا عن نفسي زي ما قلت لك بحب الذره التانية. المهم لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.